للاسف ان الحالات ديت اللي مش متسجله عندنا، ودي نتيجه ان هي ما جاتش اساسا، وده في العالم كله. احنا امريكا بتقول انها بتسجل، او فرنسا بتقول انها بتسجل، او اللي بيجي لها حاله من كل 10 حالات، يعني 10 الحالات بس اللي بيتسجل في كل دول العالم. امريكا بتقول من 6 ل 24 ضعف اللي مكتوب الارض فيها، من 6 ل 24 ضعف. ده العالم كله بيقول كده، وده في الوبائيات كلها كده. احنا قلنا احنا عايزين نوصل للناس دي، فعملنا مبادرة تحت مبادرة 100 مليون صحة. المبادرة دي لمتابعة حالات العزل المنزلي، هتتوزع على الوحدات الصحية اللي في الأحياء وفي القرى وفي النجوع. عندنا 5400 وحدة صحية اللي شغالين مبادرات 100 مليون صحة، مبادرات رئيس الجمهورية كلها. الشباب دول بالتبات بحاجة اسمها بالس اوكسيمتر، ده اللي بيقيس نسبة تشبع الأكسجين، بترمومتر. هيعدوا في الحي على كل البيوت اللي فيها مواطن عنده كورونا بس حالة بسيطة وفي عزل منزلي. احنا كنا بنتابع العزل المنزلي تليفونيا، ولو في حالة بتحتاج اي تدخل بناخدها وبنوديها المستشفى. لكن قلنا لا، يصح ان احنا هننزل لهم بنفسنا. الشباب هيبقوا لابسين فيستات 100 مليون صحة، معاهم كل المطهرات، لابسين الوقاية، ومعاهم البلس اوكسيمتر والترمومتر، وبيتابعوا الحالات البسيطة. طب في حالات كبار سن او عندهم امراض مزمنه وهو بسيط، بس انا مش مطمنه قوي ان هو يتن كده في البيت، ممكن في اي لحظه يتعب. ده هنديله البلس اوكسيمتر في البيت، هنسلمه له الوحده الصحيه اللي في نطاق الحي اللي عايش فيه او القريه اللي عايش فيها، هتسلمه البلس اوكسيمتر ده. هتطلب منه 4 قرايات يوميه، هتتسجل على التاب. الشباب اللي في الوحده الصحيه هيكلموه، القرايه الساعه كذا كام القرايه. اي قرايه هتبقى اقل من رقم معين هنقول له، زي مثلا لو تشبع الاكسجين في الدم وصل لاقل من 90 كذا. انا مش عايزه الحالات اللي في العزل المنزلي، حتى لو ما كانتش جات لنا في الاول وهو قرر ان هو لا، انا مش هروح مستشفى وانا هقعد في بيتنا، ان هو برضو ابقى متاكده ان هو ما يجيليش وهو حالات قوي. لان احنا لاحظنا ان الناس بتيجي، او مش اقل من 50 60% من الوفيات بتحصل بعد وصولها المستشفى ب 24 ساعه، لانها بتيجي يعني في شكل حاد جدا وبتتدهور بسرعه جدا في البيت. فاحنا كبار السن واللي عندهم امراض مزمنه وبمعايير معينه هنسلمه البلس اوكسيمتر ده، هيرجعه بعد ما يتعافى للوحده الصحيه اللي هو في نطاق الحي. وهنعمل السيستم ده، او السيستم ده خلاص عملناه، هنبدا ننزل بيه من يوم الاربعاء تدريجيا في اكتر اماكن فيها اصابات. الخرائط كلها عندنا بالاحياء بالقرى اللي فيها زياده في الاصابات. خلال اسبوعين هنكون مغطين 100% من كل نقطه وكل بقعه في مصر كلها. ده اول دوله في العالم هتعمل كده. دي احد مبادرات 100 مليون صحه اللي بترعى بتغطيه من او تحت رعايه سياده الرئيس ان شاء الله، اللي هي رعايه مبادره لرعايه مصابين كورونا، حالات العزل المنزلي. ايا كان الحاله ديت كانت متسجله عندنا او ما تسجلتش، او راح لدكتور خاص وقعد في بيتهم، احنا هنراعيه، هنروح له في الحي كل يوم، هنقيس له تشبع الاكسجين، درجه الحراره، هنطمن عليه ونمشي. ولكن الحالات اللي احنا عارفين ان هي ممكن في اي لحظه تتعب فجاه، هنسيب له البلس اوكسيمتر ده، وهناخد القرايات 4 مرات في اليوم، وهنوجهه لو حصل اي نقص في الاكسجين عن ليفل معين هيتواصل معانا او يروح على طول لمستشفى معينه. وبكده نبقى ده طبعا مجهود كبير هتقوم به وزاره الصحه، ولكن في هذا النوع من الوبائيات والجوائح العالميه وزاره الصحه المصريه بتحاول انها تستجيب للمستجدات على الارض، بحيث ان احنا دايما نطلع باقل خسائر، ويكون دايما مصر يعني
قائدة في العالم كله في إدارة أزمة كبيرة زي أزمة جائحة كورونا. بشكركم، وإن شاء الله إحنا هنحاول يبقى اللقاء ده يومي بحيث يبقى عندنا مستجدات، مرة من غرفة العمليات، مرة من غرفة عمليات الأكسجين، مرة من مستشفى من أحد المستشفيات، بحيث إن احنا كلنا نتشارك الأرض ونقفل على بعض الناس اللي بتتكلم بشكل سلبي أو بآخر بدون استبيان للحقائق. احنا كلنا لما نكون مع بعض على الأرض هيكون ده أحسن بكتير. فأنا بشكركم جميعا، وإن شاء الله نلتقي على طول. اتفضل يا محمد. مع الواقع ازاي الحالات دي هنوصل ليها، وازاي هي توصل لوزاره الصحه؟ هل في آلية للوصول لهذه الحالات اللي هي في الاماكن والاحياء، خاصه ان احنا بنتكلم عن حالات في محافظات مصر كافه، ازاي هم هيوصلوا لينا وازاي احنا هنوصل لها؟ احنا كل حي في مصر في وحده صحيه او مركز طبي، حي او قريه في 5400 وحده صحيه. الوحدة الصحية دي هي اللي عملنا منها مبادرة صحة المرأة ومبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة. ونفس الشباب اللي اشتغلوا هذه المبادرات هم كمان بالأجهزة بتاعتهم بالتبات بكل حاجة هم اللي هيشتغلوا هذه المبادرة. أي مواطن هيتوجه هيروح للوحدة يقول إن عنده حد في عزل منزلي، حتى لو ما كانش تشخص من خلالنا، تشخص من قطاع خاص أو خلافه، هنتابعه. احنا كنا بنتابع حالات العزل المنزلي. الرقم يعني هات الرقم كده يا خالد بتاع حالات العزل المنزلي. احنا عندنا او تابعنا على مدى السنه دي اكتر من 250 الف حاله عزل منزلي، مش عزل منزلي مخالطين. المخالطين كان المخالطين حوالي 1.7 مليون، وكان في مخالطين هاي ريسك كنا بنتابعهم بشكل وبنجري معاهم تليفونات يومية. لكن احنا قلنا بلاش حكاية بس التليفونات، يصح ان انا انزل لغاية عنده. ده هو مصاب ويمكن يعرض الفريق الطبي للإصابة، لا الفريق الطبي واخد كل احتياطاته. هيقيس له اهم مؤشر عندنا دلوقتي هو تشبع الأكسجين في الدم. فطول ما انا شايفة يوميا ان تشبع الأكسجين كويس انا مطمنة عليه، طالما ما عندهوش اعراض كمان بتسوء او حاجه او درجه حراره بتزيد او خلافه او اعراض تنفسيه بتزيد. ولكن حاضر يا ولكن في برضو من اهالينا بيبقى حالته كويسه جدا لكن فجاه بتتدهور. ده اللي حاسب له بمواصفات معينه المرضى دول، حاسب لهم ادوات التشخيص عنده. هيحط بس البلس اوكسيمتر هيقول له تشبع الاكسجين عندك. لو وصل لأقل من 90 مثلا هيعمل ايه؟ هيكلم الوحدة الصحية اللي في نطاقها اللي هنوديه المستشفى فورا. ونبقى عارفين من الشاشات اللي زي دي، الشاشات دي مش بس عندي، دي عند كل المحافظات، ايه المستشفى اللي فاضي فيها سرير او فاضي فيها تنفس صناعي او فاضي فيها رعاية مركزة. انت بالظبط سيتم اطلاق المبادره وتفعيلها، وهيكون اسمها ايه؟ يعني المواطن اللي بيروح القوافل الطبيه الخاصه ب 100 مليون صحه يسال على ايه بالظبط خاص بهذا الامر؟ طيب كويس انك برضو فكرتني بحاجه. اولا دي مبادره 100 مليون صحه لمتابعه حالات العزل المنزلي، اسمها كده. من ضمن الحاجات الادوات اللي هنشتغل بيها مش بس الوحدات الصحيه، عربيات القوافل العلاجيه هتنتشر في الاحياء الاكثر اصابه، واللي عارفين او القرى اللي احنا عارفين حسب الترصد الوبائي عندنا ايه اكتر محافظه، ايه اكتر قريه جوه المحافظه، ايه اكتر شارع جوه المحافظه. العربيات دي هتروح بشكل يومي في الاماكن الاكثر اصابه. ممكن النهارده المكان ده اكثر اصابه الاسبوع ده، ممكن ده يقل الاصابات فيه يبقى في مكان تاني. العربيات دي هتتحرك، هتوفر الخدمه لاي حد، هتديله الدواء، هتبعت له الدواء لغايه باب البيت. طبعا احنا في حالات العزل المنزلي المسجله عندنا احنا بنبعت لها العلاج لغايه البيت من الوحده الصحيه وبنتابعها تليفونيا. لا دلوقتي هنتابعها بنفسنا.
هنتابعها بنفسنا، واحنا لسه خالد بيدينا اهو، احنا عملنا 230 ألف متابعة منزلية، مش ل 230 ألف عزل منزلي، لا، هي 230 ألف متابعة عزل متابعة لحالات عزل منزلي. لكن احنا العربيات القوافل العلاجية هتتحرك، الوحدات الصحية موجودة، 800 عربية قوافل علاجية هتتحرك في كل الأحياء اللي فيها إصابات، هنديهم الأدوية، واللي على فكرة لغاية هذه اللحظة عربيات القوافل العلاجية والوحدات الصحية كلها في علاج العزل المنزلي وعلاج المخالطين، والناس بتروح وتتردد وتاخدها. وحتى لو كان اتشخص بره منظومة وزارة الصحة بنديله الدواء وبنسجله عندنا انه خده. فاحنا حالات العزل المنزلي اللي اتشخصت في وزارة الصحة وغير وزارة الصحة على مدى 2020 وحتى هذه اللحظة بتاخد العلاج من عندنا في الوحدات والقوافل. لكن احنا كمان القوافل هندي فيها خدمة متابعة الحالات، هينزل طالما هي حالة بسيطة هيلبس الماسك وينزل، هنقيس له الأكسجين، هنطمن عليه، هيطلع. وممكن عند باب البيت الفرق بتاعت 100 مليون صحة هتعدي عليه، يطلع من باب البيت بالماسك، هنطمن عليه، نقيس له ويدخل. مش هندخل جوه البيت برضه عشان في أبعاد كتير، فاحنا هنشتغل كده. ولكن الحالات تاني اللي هي احتمال في أي لحظة يتعب فجأة بمواصفات معينة، هنسيب له أدوات التشخيص وهيبقى نستردها بعد ما يتعافى بإذن الله. المبادرة دي هنطلقها إن شاء الله، هتبدأ يوم الأربعاء بالتدريج. احنا شحنات البلس اوكسيمتر بدأت تتورد، يعني قلنا مش هنستنى كل التوريدات، خلينا اللي موجود نبدأ بيه في أكثر الأحياء والقرى اللي فيها إصابات، ثم نتوسع خلال أسبوعين تبقى مصر كلها متغطية بهذه الخدمة. شكرا يا جماعة.